بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هوريكم الحمام بتاع المطاعم بطريقة تحفة بجد، والله العظيم هتاكلوه مستحيل مستحيل ايه، انتوا اصلا هتلاقوه احلى من اللي بتاكلوه في بره في المطاعم. هوريكم بقى كل التكات وكل الاسرار بتاعته. اهم حاجة في الحمام ان احنا نغسله كويس قوي. بنغسله طبعا بدقيق الاول وليمون وملح وكده. بعد كده باخده بقى هوريكم برضو في تكة كده هتخلي الحمام يعني كبير، حجمه كبير. الاول نورقه ان احنا نفصل الجلد عن اللحم زي ما انتم شايفين كده، بس بالراحة بالراحة خالص، ما نستعجلش عليه، واحدة واحدة كده. بالذات لو احنا بنعمل الموضوع ده لأول مرة، الناس اللي متعودة على كده لا، هتبقى ايديها ما شاء الله سالكة وهتعمله بسرعة. هنورقه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، فصلنا الجلد عن اللحم من غير ما نقطع حاجة. الازرق ده الجوانتي على فكرة. بس فبعد كده بقى انا بكسر العظمة بتاعت الصدر، دي بتخلي الحمام حجمه اكبر، وهوريكم دلوقتي الفرق. يعني بصوا في عظمية كده في نص الصدر، بروح كسراها بايدي، اللي هي العظمة اللي في النص دي في نص الصدر بكسرها. لما بنيجي نحشي الحمام بتخلي حجم الحمامة اطول وحجمها اكبر من الطبيعي. طيب، زي ما انتوا شايفين كده بورقها. هوريكم واحدة بقى تاني، بصوا بنكسرها كده اهي، العظمة اللي من جوه اللي في النص دي بكسرها كده واضغط عليها بالشكل ده كده، بتكبر لي الحجم بتاع الحمام. بفضل بقى اورقها زي ما وريتكم كده، بالراحة 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 لغاية ما ايه نخلصها. ده كده بالنسبة لتوريق الحمام والخطوة الأولانية. أو السر الأولاني من الأسرار بتاعة المطاعم، إن احنا بنكسر عظمة الصدر دي عشان يبان لنا حجم الحمامة أكبر. تاني حاجة بقى بناخد الحمام بعد ما شطفناه، بنقعه بقى. محلول النقع ده برضو من الحاجات المهمة جدا في الحمام، ان انا بحط له معلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر كبيرة، واسيب الحمام فيه. يفضل وانا بعمل كده شرايح ليمون طبعا، يفضل ان انا اسيبه من بالليل. الملح مع السكر بيخلي طعم لحمة الحمام تحفة، بيخليها كده طرية وليها طعم، وتحس كده ان انتوا بتاكلوا حاجة كده يعني جميلة بجد. بننقع بقى الحمام مع الملح ومع السكر مع المحلول ده، وبنسيبه طول الليل. ده طبعا من الافضل. بعد كده بجيب بصلة مبشورة وبحط عليها نص معلقة من السمنة البلدي، ونص معلقة من الفلفل الأسود، وسنة ملح صغيرة، وأقلبهم كده مع بعض عشان دول اللي هتبل بيهم الحمام. بصوا بقى، الناس اللي ما بتعرفش مقدار الرز كده، بكبشة صغيرة في ايدينا كده لكل حمامة، يعني كل حمامة ليها كبشة رز صغيرة زي اللي شفتوها كده. بحط بقى زيت مع سمنة، اسخنهم كويس قوي. وبعد كده بجيب بقى البصل بتاعي اللي انا مقطعاه. البصل اهم حاجة برضو، او السر التاني من اسرار الحمام بتاع المطاعم، ان البصل يبقى لونه احمر، وهوريكم الدرجة بتاعته اللي احنا عايزينها. على بقى ما البصل يحمر، انا بجيب الصينية اللي هسوي فيها الحمام، بحط فيها حلقات من الطماطم المتقطعة، يعني بغطي الارضية بتاعتها. انا بفطر وبصل وورق لورا، وبحط كمان حتة اسمها ايه، قرفة صغيرة، بس حتة صغيرة قوي، انا مش عايزة طعم القرفة بيبقى قوي وبيطغى على طعم الحمام. وبحط طبعا حبهان كتير. ده كده في الصينية بتاعتي. بصوا بقى البصل بتاعي انا عايزة الدرجة دي زي بصل الرز بتاع السمك كده. ده برضو من اسرار المطاعم، دايما تلاقوا الرز بتاع المطاعم كده لونه غامق، ده عشان خاطر هما بيغمقوا البصلة. فبنشوح بقى الرز مع البصلة، وبنحط بقى شوية فلفل اسود وشوية ملح، وخلاص على كده. المكون بقى السري التالت هي جوز الطيب. مفيش حد في مطعم هيقول لكم ان هو بيحط جوز الطيب على الحمام، لان ده بيعتبروه من الاسرار الغير مباحة لعمايل الحمام. احنا بنحط رشة صغيرة قوي، لان في ناس بتقول ان هو يعني كتره بيسكر او من المحرمات. فانا بحط رشة صغيرة ما تجيش حتى ربع معلقة، بحطها على الرز، وبحط برضو رشة منه على الصينية اللي هسوي فيها الحمام. بتدينا ريحة تانية خالص، وبتخلي الحمام فعلا في حتة تانية زي ما بيقولوا كده. بعد ما حمرت الرز مع البصل، بحط له بقى شوية مية. انا ما بسويش الرز قوي، انا بسويه نص سوا علشان هو هيكمل السوا بتاعه مع الحمام.
يا دوبك الميه مش بتغطيه، كمان اقل من التغطيه كده بشويه، يعني بتبقى اقل من التغطيه بشويه. بعد بقى ما بيستوي النص سوا بحط له بقى، برضو دي سر من الاسرار، بحط له معلقه كده من البقدونس والشبت. بقدونس وشبت بنحطهم عليه، بيخلي ريحته وهو بيستوي ويخلي طعم الرز برضو مختلف تماما عن اي طريقه عملته بيها قبل كده. بجيب بقى الحمامه بتاعتي، بصوا احنا كاسرين صدرها ازاي. فعشان كده حجمها كبير، ببتدي بقى احشيها من الرقبه. بصوا بالظبط زي ما بنحشي الممبار كده، بنفتح كده الرقبه بالراحه زي ما بنعمل مع الممبار بالظبط، ونبتدي بقى نعبيها بالرز. هنفضل نحشي لغايه ما الحمامه تاخد يعني طاقتها او الساعه بتاعتها من الحشو. ما نحشيش قوي علشان ما نطقش، مش انا هي اللي ما تطقش مش احنا. لان في ناس بتقعد تقولك احنا نكتر الرز عشان خاطر الحمام يبقى كبير كده، لا، لو كترتي الحمامه هتطق، ولان دي خدت اكتر من طاقتها يعني. بصوا بقى ما شاء الله حجمها قد ايه، اكبر من حجم كف الايد بشويه حلوين كده. ده كده الحمامه بعد ما حشيناها بنكتفها بقى، بنكتف الرجلين وبنكتف طبعا الجناحات لورا كده، بننضفها من اي رز ومن اي حاجه عليها خالص، ونخليها بصوا مبططه كده، يعني هي خدت ده الحشو المعقول بتاعها. ده كده بالنسبة للحمام اللي احنا حشيناه. طيب احنا بقى كده، ده كل منظره كده الاربع حمامات بالشكل ده، شايفين ما شاء الله، يعني تحس ان هم بقوا فراخ مش حمام. حتى الناس تقعد تقول ايه ده، هي اشمعنى الحمام بتاع المطاعم كبير كده؟ طب احنا بنلاقي الحمام ده فين؟ ده احنا ما بنلاقيهوش. لا، هو السر في ان هو كبير، الخطوه اللي انا قلت لكم عليها اللي هما بيكسروا عظمه الصدر. طيب بعد كده بقى برصه. بصوا بقى انا نسيت حاجه مهمه جدا، نسيت البصل اللي انا كنت عامله بيه السمنه والفلفل، ان انا ادعك بيه الحمام من جوه. وطبعا كنت حشيت خلاص، فمستحيل ان انا افضيه من الحشو، فروحت دعكه بيه الحمام من بره. بس برضو كان طعمه حلو، وكانت ريحته حلوه قوي، كان طعم الجلد وهو بيتاكل كان حلو قوي برضو. فانتوا يعني معلش الخطوه دي انا نسيتها، فانتوا تبلوا بيه الحمام من جوه قبل ما تحشوه بالرز. خلاص. هجيب بقى بعد كده ميه مغليه، وزي ما انتم شايفين بصوا بقى انا بمشيها على جلد الحمام ازاي. الخطوه دي بتخلي جلد الحمام يقفل على الرز، زي الممبار كده لما بنحطه في الميه السلقه، بتخلي الجلد يقفل كده على الرز وما ينزلش منه ساعه السوا. بغطي كده يعني النص الحمام كده، مش بغطيه قوي بالميه. بصوا حتى الجلد نشف ازاي وقفل على بعضه. وبعد كده بقى بغطيه بورقه فويل، واكون مسخنه الفرن قوي، واحطه في الفرن بيقعد حوالي ساعه في الفرن. بشيله ده بقى بعد ما استوى ما شاء الله. بصوا الحمامه تحفه، الشكل بتاع بره بالظبط. كلنا كنا نقول اشمعنى الحمام بتاع المطاعم مختلف عن اللي احنا بنعمله، ده كده الشكل بتاع المطاعم بالظبط. هنبتدي بقى نحمره. معلش بقى خطوة التحمير انا بعتذر ان انا ما وريتها لكوش، لان حصلت حادثة كده وانا بحمر طاسة الزيت وقعت عليا، فطبعا كنت مش قادرة. فبس انا بقول لكم انا والله ما حطيت اي حاجة عليه، انا مجرد ان انا حطيت زيت غزير في حلة صغيرة، ويا دوبك وسخنت الزيت قوي وحطيت الحمام فيه بس، مش اكتر، ما عملتش والله اكتر من كده. في ناس تقعد تقول لك ندهنه لبن، ندهنه صلصه، ندهنه مش عارف ايه، لا هو زي ما هو كده. حطيته في زيت غزير، وحطيت الزيت بس يكون سخن قوي، وسبت الحمام لغايه ما تحمر وطلعتها، بقت مقرمشه كده من بره وطريه من جوه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كده خلاص خلصنا كل الحمام باسراره. لو كنت وصلتوا بقى لغايه هنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.